مغاربة سكان الدار البيضاء استجابة لنداء الهيئة خرجنا استنكارا للهجمة الشرسة التي تقوم بها الصهاينة على غزة من قتل وتشريد وذبح وسفك للدماء وخاصة الأطفال، وكذلك هدم البنايات والمساجد وكل شيء فوق غزة تم هدمه. وبذلك نحن نستنكر هذه الهجمة الشرسة، نستنكر هذا العدوان، نستنكر هذا القتل الهمجي، وكذلك نستنكر الدعم ديال الدول العربية والدول الأجنبية والدول خاصة دول الخليج، بعضها ماشي كلها، بعضها التي ساهمت بقوة بل صرحت. الحمد لله هذه القضية ديال غزة والقضية ديال العدوان ديال غزة فضحت وكشفت مجموعة من الأنظمة التي كانت تتستر وكانت تدفع تحت الطاولة. الآن أصبح القضية واضحة بأن هناك بعض دول الخليج تساهم بقوة في قتل أبناء الشعب. لذلك نحن نستنكر وندعو الشعوب العربية إلى القيام بواجبها، ليس فقط الخروج إلى المسيرات والنداءات والهتافات، وإنما الدعوة إلى فتح الحدود للنضال مع أهل غزة والنضال مع أهل غزة ودعمهم كذلك بالمال. لنرسل رسالة إلى المقاومة الباسلة نحييها على هذا الصمود، نحييها على هذا الثبات، نعلن لها أننا معهم بقلوبنا، أننا معهم بدعائنا، أننا سنسعى بكل السبل وكل الوسائل الممكنة لنرسل لهم رسائل الدعم والتضامن. نطالب الجهات الرسمية هنا في المغرب بمواقف أكثر قوة وأكثر صلابة، خصوصا فيما يتعلق بالتطبيع وإصدار قانون تجريم التطبيع الذي نطالب به منذ مدة طويلة. وها هي الأنظمة العربية التي تخاف على عروشها، صامتة متواطئة مع الأمريكان الذين يقولون بنزع سلاح المقاومة، وفي نفس الوقت يمدون إسرائيل بالأسلحة المحظورة دوليا، بالأسلحة الخطيرة والطائرات المتطورة لقتل الأطفال. يا للحضارة الغربية، يا لحضارة أمريكا، يا لحضارة أوروبا.